انتهى لقاء الاهلي ومودرن بفوز الاهلي بثلاثيه وتحقيقه للنقطه 23 بفارق نقطه واحده عن المركز الاول اللي هو 24 نقطه بيراميدز. الماتش بدا بشكل كويس جدا للنادي الاهلي، بدا بتشكيل جيد الى حد ما لمارسيل كولر اللي قدر ان هو يظبط الملعب شويه بعد ما كان بيخرف حبتين ثلاثه في الماتشات اللي فاتت. الماتش كمان شهد تألق كبير جدا جدا ومعتاد جدا من القيصر امام عاشور اللي جماهير الاهلي خلاص اطلقت عليه اسم القيصر، يستحق اللقب عن جداره واستحقاق. افضل لاعب في المباراه وخد رجل المباراه النهارده برضه عن جداره واستحقاق امام عاشور اللي كان بينافسه في التألق جرادي سار اللاعب الفذ اللي انا قلت عليه من اول ما الاهلي تعاقد معاه. اللاعب ده لاعب محترم جدا وبالفعل بيثبت كل مباراه بيلعبها رغم كل ذكاء المباراه دي، لكن بيعمل اسيستين بيدخل جول جميل جدا. لاعب محترم قوي، حوار كبير جدا. العين اللي جابت اللاعب ده تسلم، لان فعلا محتاجين لاعب الكواليتي العاليه دي داخل النادي الاهلي. اما كانت اللعيبه في التالق فكان كريم الدبيس اللي بيثبت ان مارسيل كولر ما عندوش عين خبيره، ما عندوش القدره على ان هو يختار اللعيب المظبوط في المكان المظبوط. يعني عايز اقول لك ان كريم الدبيس كل مباراه بيلعبها في اي مكان في اي مركز بيكون متالق، سواء جناح شمال او جناح يمين، سواء باك شمال او باك يمين، بيعرف يأدي في كل المراكز دي وحرفيا بتشوف في كل حته في الملعب منتشر. ما شاء الله صحه، ما شاء الله طاقه وحيويه، ما شاء الله ما بيتعبش، بسم الله ما شاء الله يمسك الخشب، الله اكبر، ربنا يبعد عنه الاصابات، ربنا يا رب يحميه ان شاء الله. يكون تطور كبير في ادائه الفتره اللي جايه. اهم حاجه ان هو يكون متواجد دايما في الملعب. مارسيل كولر ما يحبطش اللاعب ويقعده دكه تاني، لان كواليتي زي ده لعيب لسه عنده 22 سنه هو المستقبل للنادي الاهلي، فبالتالي يعني المفروض يكون متواجد في كل الماتشات اللي جايه سواء كباك شمال او سواء في اي مكان في الملعب. لكن لعيب زي ده يا جماعه ما ينفعش ان هو يقعد. اما دور قفشه في اللقاء فانا شايف ان قفشه ما كانش ليه اي دور، وانا شويه معترض على فكره ان يكون موجود قفشه وامام عاشور في نفس اللقاء، لان الموضوع بيبقى صعب جدا لما يكونوا في نفس الوقت بيلعبوا في نفس الوقت في الملعب، محدش فيهم بيبقى عارف دور التاني ايه. فبالتالي قفشه ما كانش ليه دور، اللهم الا اسيست واحد بس طول المباراه، لكن امام هو اللي كان متالق. مارسيل كولر وتغييراته شويه كانت غريبه الى حد ما، يمكن خرج جرادي سار، معرفش خرجه ليه، بس هو قال في المؤتمر الصحفي كان عنده حبه ارهاق، كان ممكن ينزل مكانه مهاجم عشان يفضل ضابط الملعب. لكن التغييره بقى الاغرب هي كريم نيدفيد لما نزل. محدش فاهم كريم نيدفيد نازل ليه ويعمل ايه. بصراحه انا مش عارف، يعني احنا اي مدرب في العالم لما بينزل تغييره بينزل تغيير عشان يحسن الاداء، مش بينزل تغيير عشان خاطر يخلي الاداء اسوأ. بعد ما الاهلي كان راكب الماتش، لا، بعد التغييرات دي مودرن الى حد ما رجع ودخل جول وكان الاهلي الى حد ما تاني. عمر الساعي لعيب مبشر جدا، زي ما انا بقول ان شاء الله هتيجي معاه. يمكن ما كانش ليه حظ في الكوره بتاعت النهارده في القائم اللي شال له الكوره بتاعته، لكن ان شاء الله باذن الله جايه. هو واضح جدا ان هو يعني في حاجه حلوه وباين جدا من تحركاته واللعب بتاعه داخل الملعب ان اللاعب ده ان شاء الله هيكون معانا في المستقبل. بعد كمان ما عمرو السوليه اللي يمكن لعب الماتش كله وبطل، فاحنا ان شاء الله مطمنين على نص الملعب بشكل كبير جدا. التغييره بقى اللي زعلت كل جمهور الاهلي هي اكرم توفيق لما نزل في الدقيقه 90 مكان مروان عطيه، اللي انا مش فاهمها وحضرتك مش فاهمها وكلنا مش فاهمينها. الوحيد اللي فاهمها مارسيل كولر، رغم ان عنده فكره وعنده خلفيه ان خلاص اكرم توفيق تم الاعلان بشكل رسمي بين نادي الشباب القطري انه هيكون موجود معاهم اصلا من بدايه الموسم الجاي، فبالتالي انت بتلعب لاعب اصلا مش هيكون معاك بعد كده قدام، مش هيديك. انت ممكن تنزل احمد رضا مكانه كان هيبقى افضل بكتير، وتستفيد من لاعب هيكمل معاك بعد كده قدام، خصوصا ان انت عايز تدخل احمد رضا في الاجواء لحد ما. مبروك للنادي الاهلي، ده كل ما يخص المباراه. يمكن بعد المباراه كان في مؤتمر صحفي كلام من مارسيل كولر كلمه غريبه جدا قالها، قال لك احنا لسه الصفقات ما انتهتش ولسه في ملك هيكون متواجد معانا ان شاء الله في قائمه الفريق، ملك زي ما انت بتشوف في الشطرنج. كل الناس اتكلمت عن موبي كينج، اللاعب اللي هو تحت السن عنده 20 سنه بيلعب في سوق اورلاندو، المفروض ان هو ممكن يكون ده الله اعلم الخبر ده. ايا كان، مهم ان الاهلي ما بطلش صفقات، ومهم ان الاهلي لسه بيدور على صفقات
كلها تكه ونركب الدوري وان شاء الله ما ننزلش